ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا منتخب مصر كان بيلعب مع كرواتيا وخسرنا 4-2، خسارة مستحقة 100% لأسباب كتيرة جدا. ومن أهم الأسباب دي هي التمركزات الدفاعية. لو جينا نشوف تمركزات الدفاعية لمنتخب مصر من قديم الأزل من 2017 واحنا بنخسر نهائي أفريقيا برضه بسبب العرضيات. داخل النهارده فينا كل الأجوان متهيألي بعرضيات، وكل الاجوان التمركزات الدفاعيه بتاعتنا ساذجه جدا جدا جدا. واكتر حاجه ساذجه بالنسبه لي هو الجون اللي جه من الكورنر، واللعيبه كلها واقفه متنحه كده بتتفرج على لعيب زيه، يعني زيهم زينا. فعندي مشكله كبيره جدا مع منتخب مصر في التمركزات الدفاعيه، ولازم حسام حسن يشوف حل، لان ده اللي هيبين بقى اذا كان انت مدرب كويس وجاي تعالج، ولا مدرب جاي تاخد الشو واللقطه ان انت مدرب مصري وعندك جرينتا وعايز تكسب بطولات بس. قصاد ده مش هتشتغل، هتقضيها بقى ايه، حماس وكده. وده طبعا مش تقليل من حسام حسن، ولكن ده اللي انا خايف منه في الفتره الجايه. حسام حسن بالنسبه لي مدرب كبير جدا، وهيقدر ان شاء الله انه يعالج كل الاخطاء دي في منتخب مصر. ولكن عندي حاجه هستوقف عليها يعني في الماتش ده، هو ان انت تغييراتك كلها هجوميه. نزلت احمد عاطف ومحمد شريف، ونزلت كل الهجوم بتاعك حرفيا، بس انت بتلعب قدام كرواتيا، فطبيعي هيخش فيك التاني والتالت والرابع، وكان هيخش فيك الخامس والسادس. فما ينفعش ان انت تديني ايحاء ان انت لما هيدخل فيك مثلا جونين ونبقى النتيجه 2-1 هتقلب لي الدنيا كلها وتهاجم. ومن الاخر كده تحس ان انا بلعب بلاي ستيشن مع واحد صاحبي وهعمل الترا اتاكينج علشان اجيب كام جون، يقوم صاحبي لاببني 5 اجوان. فانا الصراحه مش حابب الطريقه دي، وبرده مش حابب فكره ان اكرم توفيق يبقى في نص الملعب، لان اكرم توفيق في نص الملعب مش هيديني الحته الفنيه اللي انا عايزها. مش هيديني ان انا ممكن اطلع بالكره قدام، مش هيديني ان انا ابقى معايا كوره، لان اكرم توفيق بالنسبه لي ما عندوش حته ان هو يقف على الكوره، وما عندوش مهاره ان هو يقف على الكوره، وما عندوش مهاره 1 على 1 والكلام ده. فانا طبعا بالنسبه لي اكرم توفيق كان يبدا عادي جدا في مكانه مكان محمد هاني، لان محمد هاني مش مقنع تماما. محمد هاني عنده اخطاء في التمركز مش طبيعيه، عنده اساسيات الباك مش موجوده، يعني هي بتختفي الصراحه في ماتشات. طبعا في ماتشات محمد هاني بيدي اداء عالمي، ولكن في ماتش زي النهارده محمد هاني توهان، بس توهان وسرحان بس. كميه مس باص مش طبيعيه، عدم تمركز مش طبيعي. فده برضو كانت حاجه ما كانتش عجباني النهارده في المنتخب. زي ما قلت لكم الهجوم المبالغ فيه، ولدرجه ان انت كنت تلعب بكوكا بس ارتكاز. عندك ناس انا ما اعرفش هما بيعملوا ايه في المنتخب، يعني عندك مثلا واحد زي مصطفى شلبي اللي لابس رقم 10 النهارده. آه، انت موجود ليه؟ ولكن يعني ده اختيارات حسام حسن. وانا مبسوط ان حسام حسن في الماتشين دول جرب عدد كبير جدا من اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر، واكيد هو خد انطباع 100% عن كل اللعيبه اللي موجوده، وعرف كويس مين اللي هيبقى موجود معاه في الفتره الجايه ومين مش هيبقى موجود. عندي تعليق على ابو جبل: لحد امتى هيبقى ادائك سيء كده؟ يعني ابو جبل في الماتش الاولاني عملت كام كره كويسه، ولكن في الماتش ده انت ما اديتنيش ايحاء ان انت عايز تصد الكره يا ابو جبل. يعني يا ابو جبل انت معظم الكور انت ثابت. اه طبعا كور صعبه وكل حاجه، بس مثلا كوره زي الجون الاولاني انت كحارس مرمى دولي ما ينفعش انت تبقى واقف على طرف السته والكره بتتشاط عليك. طبيعي الكره عملت بس بند صغير كده في رجل اللعيب وقامت جايه من فوقيك. كنت مستني تصرف احسن من كده للكوره من ناحيه ابو جبل، وكنت مستني اداء احسن من كده مع ابو جبل، خصوصا انت ما عندكش ضغوطات، يعني انت بتلعب ماتش ودي وسط جمهورك والدنيا فاني شويه. فكنت مستني اداء احسن من كده، ولكن ما لقيتش اداء من ابو جبل خالص في الماتش ده. يعني كحال بقيه اللعيبه، يعني عندك محمد عبد المنعم كان عامل ماتش كويس الى حد ما، يعني مثلا ياخد 7 من 10 عشان الجون اللي جابه في الاخر، وكان برضه عمل كذا كرة كويسة ورا، والتمركز بتاعه كان الى حد ما كويس. ولكن طبعا في لقطات غفل عنها كتير ونتج عنها اجوان. ومش بس محمد عبد المنعم، برضو من ناحيه رامي ربيعه ومن ناحيه الباشا محمد هاني. محمد حمدي بقى انا ما اعرفش هو كويس ولا وحش، يعني عارفين انتوا كده هو ضيف خفيف جدا، ما تعرفش هو كويس ولا وحش محمد حمدي. في خط النص ما عنديش اي تعليق على مروان عطيه وقفشه، وكان معاهم كوكا لما نزل. وزي ما قلت لكم اكرم توفيق مش مقتنع بيه في نص الملعب، ايا كان بقى ان هو بيدافع او لا. بس اكرم توفيق في نص الملعب مش مقنع ليا تماما الصراحه. مصطفى محمد كان كويس، مرموش لحد ما كان برضو كويس، تريزيجيه حاول بكذا كوره. فيعني كمجمل الاداء النهارده مش اسوأ حاجه، ولكن الاخطاء الدفاعيه هتبقى كارثه في الفتره الجايه. الاخطاء الدفاعيه الحاجات البسيطه دي بتضيع مننا بطولات، وبتضيع مننا ان احنا نروح كاس عالم وحاجات كتيره جدا.
بس وده كان يعني كلام كده خفيف عن الماتش النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله في الفتره الجايه هيبقى فيه كلام بعد كل ماتش ان شاء الله. هنزود بقى كلام في الكوره، عشان انا حاسس ان انا على التيك توك حاسس ان انا عايز ازود فيديوهات عن الكوره اكتر وكلام عن الكوره. فبس يعني متنسوش تعملوا فولو لو الفيديو عجبكم، وان شاء الله في سلسله بقى جايه من الفيديوهات عن التحليل بعد كل ماتش ان شاء الله. وبس كده، سلام.